اخبار مهمه، اخبار تهم كل الزملكاويه. قبل اي شيء اخويا الغالي اعمل لي شير وفولو ولايك، ولو انت على اليوتيوب اعمل لي سبسكرايب وتعالى لي، ويلا بينا يلا بينا. اول حاجه عندنا النهارده الخبر والموضوع اللي قالب السوشيال ميديا واللي مفيش حد ما بيتكلمش عنه، وهو تصريحات شيكابالا مع ابراهيم فايق. شيكابالا فتح البحر قوي. شيكابالا قال حاجات عجيبه غريبه، يمكن البطوله دي عدى عليها 9 سنين او 10 سنين، ودلوقتي بيتفتح فيها ملفات غريبه قوي. في وقت البطوله دي احنا طبعا كنا عارفين ان السبب الرئيسي في خساره الزمالك بطوله افريقيا 2016 قدام صن داونز، السبب الرئيسي كان مجلس اداره نادي الزمالك سعاده المستشار. ليه بقى؟ تعالى لي بقى وانا اقول لك ليه. الراجل راح في انتقالات يناير، في انتقالات الشتاء باع 5 6 لعيبه، فضى سكواد نادي الزمالك. الراجل مش قادر، السبوبه حلوه والمصلحه حلوه، مش قادر يستنى لحد انتقالات الصيف لحد ما البطوله تخلص، بعد كده يبيع اللعيبه دي، ولما اللعيبه دي تبقى واخده بطوله افريقيا هتتباع كمان اغلى وهيعمل مصلحه اكبر. انما لا، ازاي دلوقتي عصفور في اليد ولا 10 على الشجره ويولع بقى ولا يغور نادي الزمالك؟ مش مهم خدنا البطوله ولا ما خدناش، لعبنا دور الثمانيه ودور قبل النهائي ودور النهائي يا مؤمن ب 14 لاعب، 11 لاعب في الملعب وثلاثه بدله. انا فاكر ان احنا كنا بنلبس حارس المرمى الاحتياطي البديل بتاع احمد الشناوي ساعتها، كنا بنلبسه تيشيرت زيه زي اللعيبه عشان لو اتزنقنا في تغيير ننزله. احنا ما كناش بنغير، احنا كان عندنا يعتبر تغييرين بس وحارس مرمى هو الثالث بتاعه. عرفته بقى عشان دراويش سعاده المستشار، الناس اللي بتقول فين ايامك يا ضاضه، الناس اللي بتقول كان يوماني ولا يوم من ايامك، تعرف ان هو اكتر واحد دمر في نادي الزمالك، اكتر واحد لبس النادي في ديون وقضايا، اكتر واحد مشى نجوم وضيع نجوم من ايدينا. الراجل ده قبل كده مطفش مصطفى فتحي وعمر جابر ومحمد ابراهيم وطارق حامد، زي التصريح الشهير بتاع طارق حامد لما رجع من معسكر المنتخب 2018 وقال لك لقيت المستشار بيعني، لقيته بيقول لي امضي الاستغنى بتاعك انا بعتك. قلت له ازاي؟ وعملت مشكله ساعتها وما وافقتش، عشان تعرفوا بس مين اللي بيحب نادي الزمالك ومين اللي ما بيحبش نادي الزمالك ولا بيفرق مع نادي الزمالك، واهم عنده حاجه المصلحه. واكتر حاجه موقعه نادي الزمالك على مر التاريخ مش الناس الغريبه، مش المنافس، لا، اولاد نادي الزمالك وابناء نادي الزمالك وادارات مجالس نادي الزمالك المتعاقبه على مر الاجيال. وقول زي ما انت عايز تقول، يمكن الناس اللي موجوده دلوقتي دي لها اخطاء كتير، بس الناس دي على قد كده مش خاينه، وعلى قد كده مش فاسده، وعلى قد كده بتشتغل لمصلحه النادي. دليل كده لما حست ان الدنيا بتفرط منها ومش قادره تلم الدنيا وبتضحك عليها، جابت ناس متخصصه في كل مجال عشان تبقى مسؤوله عن ملفات كره القدم وعن ملفات الالعاب الاخرى. دي اهم حاجه. موضوع بقى الشيكابالا التصريح الثاني بتاع في 2 لعيبه كانوا بيشيشوا، بص في انديه كتير قوي ولاعيبه كتير قوي، وفي عز الجيل الذهبي بتاع النادي الاهلي كان في لعيبه بتشيش بدون ذكر اسامي، وهم ذات نفسهم طلعوا بعد كده بعد ما اعتزلوا كانوا بيقولوا ان احنا بنشيش. وده برضك خطا، لان ان الله لا يصلح عمل المفسدين وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. بس مفسدين برضك في ان احنا نفضي فرقه بتنافس على بطوله مهمه زي دي في عز الموسم ما هو شغال. طبعا احنا لو مسكنا السكواد ال 14 هنطلع الاثنين دول بنسبه 99%، بس احنا مش هنخوض بقى ولا هنقول اسامي عشان احنا ما عندناش دليل باي حاجه. الخبر اللي بعد كده بقى، الزمالك طبعا بيتظلم على قرار وزاره الاسكان بسحب ارض نادي الزمالك. اشمعنى في الوقت ده؟ بغض النظر بقى عن ان في تقصير من مجلس اداره نادي الزمالك، رغم ان المجلس ده هو لما جه بدا يشتغل على مشروع الارض دي وعلى مشروع استاد نادي الزمالك، ومش هيبقى استاد بس، ده هيبقى مجمع ملاعب ويبقى مبنى ونادي اجتماعي ومجمع مطاعم ومحلات، فهيبقى حاجه هتنقل نادي الزمالك نقله تانيه خالص خالص خالص. فاشمعنى في الوقت ده؟ الارض ملك نادي الزمالك من سنه 2004، سنه 2004 لحد سنه 2025 بتخلص، داخلين على 2026، يعني احنا داخلين في 22 سنه محدش يتكلم عن موضوع الارض ده ولا اتسحبت. ويوم ما يبداوا شغل في الارض ويبداوا يسحبوا استثمارات على حس الارض وياخدوا قروض على حس الارض، الارض تتسحب، ده النادي كده هيقع وقعه منيله. طبعا نادي الزمالك هيعيش ومهما يمرض ما بيموتش، بس برضك عايزين نفهم اشمعنى، رغم ان ممكن يكون في تقصير من ناحيتنا، بس لازم برضك احنا كنادي دوله، كنادي كبير، كنادي ليه اسم عظيم، لازم يعني فهمونا احنا كجمهور ايه اللي بيحصل، يعني طلعوا بيانات، طلعوا قرارات. ان شاء الله موضوع الارض يتحل ان شاء الله باذن الله. الزمالك يقترب من كيد الكيني بارون او شينج
او مش عارف بقى اسمه او شينج ولا تشومبونج بقى ولا مش عارف ايه. المهم اللاعب الكيت بتاعه ان شاء الله هيتم وهيتقيد تحت السن، واتحاد الكره وافق بعد ما كان متعنت بقرار من الفيفا ان الزمالك برضك جون ادوارد لعيب. جون ادوارد معلم برضك ولعيب عرف يلعبها صح، واحنا محتاجين باك يمين مع عمر جابر، لان عمر جابر مظلومين معاه. السكواد ده ناقصه بقى باك يمين، باك يمين صح. وطبعا ناقصه لاعب سته تاني مع دونجا ومع احمد ربيعي اللي احنا مش عارفين برضك هيبقى ايه مصيره، لان زي واحد زي محمود جهاد من ساعه ما جه وهو مصاب، واحمد ربيع من ساعه ما هو مصاب بقى مش عارف المركز ده. دونجا عامل عمل بقى لاي حد بنتعاقد معاه مركز سته عشان ما يلعبش معاه، ما تفهمش. خلينا نشوف. الزمالك يسعى لتجديد عقد ايشو ودونجا ومحمد السيد. انا اللي يهمني في الثلاثه دول رقم واحد محمد السيد، لان الثلاثه دول يناير اللي جاي، يناير اللي جاي يحق ليهم التوقيع لاي نادي، لان هم في اخرهم معاك الصيف اللي جاي، اخرهم معاك يونيو اللي جاي شهر 6، بعد كده هيبقوا فري، فيحق لهم التوقيع في يناير زي ما حصل في موضوع البالونه كده. وبعد كده هيفضلوا منيمينك كام شهر دول بقى بيلعبوا سواء ولا ما بيلعبوش لحد ما هيمشوا. طبعا دونجا لا جدال ان هو هيجدد، وهو يتمنى طبعا ان هو يجدد، وايشو نفس القصه. انما المشكله معايا في محمد السيد، وانتوا عارفين ليه. اولا لاعب موهبه، لاعب نص ملعب مستقبل منتخب مصر، سنه صغير، لاعب حريف قوي، لاعب مميز قوي، وعارفين مين اللي عايز ياخده وعايزين عارفين مين اللي عايز يخطفه مننا كالعاده. نيجي بقى لاحمد حمدي، كابتن ماجد. كابتن ماجد اللي من ساعه نهائي الكونفدراليه الراجل كتر خيره، جه نادي الزمالك جاب لنا جون وجاب لنا بطوله مهمه جدا، من ساعتها اختفى لبس طاقيه لخفه. الراجل بقى له اكتر من سنه وشهرين، سنه وثلاث شهور مصاب. طب دي اصابه ايه دي؟ انت كده معمول لك عمل مش مصاب. الاصابه دي اقصى حاجه بتقعد فيها بعد بقى التطورات الطبيه والكلام دوت كله 5 6 شهور بالكتير قوي، بترجع زي الفل. شفنا الونش عمل عليك 2 رباط صليب ورجع ما شاء الله، ربنا يحميه ويحفظه وما تتجددلوش الاصابه دي تاني. شفنا اكرم توفيق عملها مرتين قبل وكله رجع وتمام التمام. مش عارف بقى احمد حمدي، اصلا الاخبار المتداوله من مقربين لاحمد حمدي ان احمد حمدي سليم 100% وما فيهوش حاجه. طب ليه ما بيخشش السكواد ولو مره؟ ليه؟ مش عارف. نفسنا بجد نشوف احمد حمدي. احمد حمدي لاعب كبير ولاعب موهبه، بس انا حاسس كده ان يانيك فيريرا ورا الموضوع ده، ويانيك فيريرا مش مقتنع بيه، ومش هيبقى لاحمد حمدي مكان في نادي الزمالك طول ما يانيك فيريرا هو اللي موجود. نيجي بقى للاعب البرازيلي، اللاعب الممتع اللي هيرقصها صامبا، خوان الفينا. خوان الفينا يا جماعه زملكاوي من صغره، من صغره زملكاوي. اللاعب ده اللي مش عاجبني فيه، يعني هو مش عاجبني عشان خاطر بس ان هو مهاري وحريف وان هو جناح بقى ملوش حل ورجله حلوه والكلام ده، لا سيبك من الكلام ده كله واركنه على جنب. اللي عاجبني اكتر حاجه في اللاعب ده اللي هو من اول ما حط رجله في الملعب في ماتش المقاولين في اخر 10 دقائق والماتش متعقرب والاعصاب مشدوده، الواد نزل عنده ثقه في نفسه رهيبه، عنده شخصيه، متفاعل مع جمهور نادي الزمالك، متفاعل مع نادي الزمالك، تحس ان هو بقاله سنين في نادي الزمالك، بقاله باع في نادي الزمالك، مش اول مره يعني. وبرازيلي كمان، يعني مش لاعب افريقي ولا لاعب مصري، وداخل منسجم كده وعنده الشخصيه دي والروح دي والعزيمه دي مع المهاره بقى اللي عنده. لا ده هتبقى حته يعني لاعب هيبقى فعلا بذره، على راي الكابتن رضا عبد، هتبقى بذره الخير، يعني نزرعك في النجيله كده هتنبت لنا سنابل هتخرب الدنيا. نيجي بقى لتصريحات الكابتن اكرامي. كابتن اكرامي والد الحارس الكبير شريف اكرامي. كابتن اكرامي بيقول لك ايه بقى؟ اخوان الفينا مش عاجبني يا عم، مش عايزينه يعجبك، مش عايزينه يعجبنا غير احنا، مش عايزينه يعجب حد، مش عايزين حد يتكلم عليه، مش عايزينه حد يقول عليه حلو ولا وحش، هو عاجبنا احنا يا عم. ناس كتير قوي من جمهور الاهلي بعد ما جاب جون الماتش اللي فات وتالق التالق اللي احنا شفناه وصنع جون، كله بيقول لك يا عم ده لاعب عادي، يعني اللي انتوا عاملينه ده عشان جاب جون عشان مش عارف ايه انتوا كده. يا عم انا الفكره معايا مش في كده، الفكره ان معايا الواد شخصيه شخصيه شخصيه. عندنا بقى يعني حارس دلوقتي يديك طمأنينة كده ويخليك قاعد مرتاح، يخليك روحك حلوه كده ونفسيتك مرتاحه. محمد صبحي. محمد صبحي حارس يطمنك. بعد ما كان عندنا حارس محمد عواد، مع احترامي لمحمد عواد، راجل برضك ساهم مع نادي الزمالك في بطولات كتير وكان سبب في فوز الزمالك ببطولات كتير، بس حارس ما بيطمنش، حارس عنده مشاكل كتير قوي. رقم واحد عنده طبعا زي ما انتم عارفين الكور العرضيه. اي كره عرضيه على نادي الزمالك بتحط ايدك على قلبك، كره ثابته من حدود المنطقه حوالين المنطقه بتحط ايدك على قلبك، كورنر بتحط ايدك على قلبك. حارس ما يطمنش، ما بيعرفش يطلع من الجون، وانا بالنسبه لي مشكله كبيره قوي ان الحارس يبقى ما بيعرفش يطلع من الجون. طبعا صبحي على النقيض تماما، صبحي في الكره العرضيه ممتاز، التايمنج بتاعه رائع،
بيعرف يطلع ياخد الكرة صح في التوقيت الصح، سواء هيضربها بالبوكس على جناب الملعب او هيمسك الكوره او هيحتك مع مهاجم فياخد فاول. صبحي كمان بيعرف يلعب على الارض، عنده هدوء، اعصابه بارد، يعني بيبقى مضغوط عليه وتقول خلاص هيتلخم او هيشوط اي حاجه، وتلاقيه بصاه من بين اللعيبه اللي ضغط عليه بكل اريحيه للمدافع. يعني حاجه بجد، عنده اعصابه في ثلاجه محمد صبحي. بس لو يركز في الكوره بس ويخليه كده يعني نبعد بقى عن اصحاب السوق وعن الطريق التاني والكلام دوت، هيبقى حاجه جامده قوي قوي قوي. وبرضه يعني في حاجه مفرحه قوي لنادي الزمالك، احمد فتوح. لو ركز في الكوره بس، طبعا زي ما انتم عارفين احسن واحد في مركزه